زعلان؟ حاسس ان حلمك بيضيع؟ حاسس ان انت كان عندك اكتر بس مش ده احسن حاجة؟ انا حاسس بيك، عارف ان الوقت ده اصعب وقت عدى عليك لانك كنت حاسبها بالورقة وبالقلم. حاسس انك مسكت آلة حاسبة وقعدت تفكر انا كده ضاع 5 درجات، انا كده ضاع 10 درجات، انا كده كليتي راحت. تعال اقول لك وهحسبها معاك برضو بالورقة والقلم وهوريك انك غلطان. تعالى احكي لك قصه سريعا مش هنطول، بس القصه دي صدقني كل واحد قاعد بيتفرج هيقوم يقطع نفسه مذاكره ومش هيخاف ولا يندم. السنه دي انا كنت عايز اجيب جيد جدا في ثانيه هندسه عين شمس اتصالات، من اصعب السنين اللي اي حد ممكن يمر عليه في حياته في الدراسه. والسنه دي دخلت امتحانين مش هنساهم، ماده الديناميكا ترم تاني وماده كان اسمها السيرمو مش هنساهم ابدا. المادتين دول دخلت اللجنه انا نادرا عيني تدمع، يعني انا نادرا اخاف او ازعل. انا اليومين دول في المادتين دول عيني دمعت من كتر يأسي ان انا شلت المادتين لان محدش بيحل حاجه واللجنه كلها ما بتحلش، وانا ما حلتش غير سؤالين من ال5 يعني شايلها، والماده الثانيه شلت حل 3 من ال6. يعني انا مش خلاص الاسئله اول مره اشوفها في حياتي. ووالدتي بدات تحلم ان انا عيدت السنه وانا بحلم ان انا عيد السنه وخلاص وهسقط بس. يوم النتيجه انا رايح وبقول يا رب يا رب مش عايز اضيع جيد جدا عشان يبقوا ال5 سنين جيد جدا، فيبقى جيد جدا مرتبه شرف ليها اولويه في الشغل في الشركات او الكليات او اي حاجه لو جبت ال5 سنين جيد جدا. وانا كنت جايب اولى واعدادي جيد جدا مرتفع، بس لو وقعت السنه دي يضيع مني كل حاجه. ورحت اجيب النتيجه اليوم ده ورايح بقدم رجل وارجع رجل، والله العظيم كانك رايح تاخد اعدام. يا رب ماشيين مادتين والله العظيم والله العظيم، والاقي المادتين الحمد لله واحده نجحتها واحده جبت فيها جيد، مش عارف ازاي دي بقى بتاعته هو اللي عمره ما حد يتخيلها. اطلع جايب 1226، انا مش فاكر 1126 ولا 1226 دول بعد الجيد جدا بدرجه فرقت معايا وكانت مفترق حياتي، لان ادتني دافع ان ال3 سنين بقوا جيد جدا، موتت نفسي في السنتين اللي بعديها وجبت السنتين اللي بعديها جيد جدا، بقت ال5 سنين جيد جدا مرتبه شرف بدرجه. لو كنت انا استسلمت اليأس زي ما انت دلوقتي قاعد فاكر نفسك ضاعت منك احلامك وهتسيب نفسك للفتره الجايه ما تذاكرش، درجه غيرت المستقبل. عارف الدرجه دي عملت ايه؟ الدرجه دي خلتني قاعد قدامك دلوقتي وبكلمك مستر كريم اكس. اصل انا بعديها جيت اقدم السي في بتاعي في كليه هندسه، كليات ثانيه زي مودرن اكاديمي وجامعه 6 اكتوبر، وبقدم قالوا لي ما بنقبلش غير لو جيد جدا مرتبه شرف. اقول لهم انا معايا جيد جدا مرتبه شرف بدرجه هي اللي خلتني اقول انا معايا جيد جدا مرتبه شرف واقدم وانجح، وساعتها ابدا اتعرف وابقى معيد معروف ومشهور وبدي في كذا كليه في مصر، وفتحت سنتر في مدينه نصر ساعتها واديت كليه هندسه بس بدي ثانوي، كنت من اشهر المعيدين واساتذه الجامعات في المجال بتاعي بسبب توفيق ربنا ودرجه غيرت حياتي. بعديها تبدا السناتر تقول لي يا مستر عايزينك تشرح في ثانوي فيزياء، بدات الفيزيكس وقعدت اشرح فيزيكس فتره، بعد كده يشاء القدر اخش فيزياء بالعربي لان المدرسين كانوا عايزين اشرحها، وبقيت دلوقتي بشرح معاكم الفيزياء. دي قصه حياتي في درجه. يعني انت لو استسلمت دلوقتي وسبت الدرجه دي تعرف انها ممكن تخرجك من طب. لو انت في اخر امتحان يئست تعرف انها ممكن يا عم ما جبتش طب بس ربنا كاتب لك علوم مثلا كليه محترمه برضه وتتفوق فيها وتجيب امتياز فيها وتشتغل في شركه استشاري او حاجه كبيره احسن من اللي كنت هتاخده في طب بدرجه. لا تضيع لك العلوم، درجه ممكن تدخل